عمرك سألت نفسك ليه الحاجة اللي انت بتشتريها سعرها بيعلى كل فترة؟ إجابة السؤال ده مرتبطة بالتداول شوية، ولو انت فاكر ان التداول ده بتاع ناس ولابسة بدل وقاعدة قدام 6 شاشات، لا حبيبي. بس يا ابنها بس. انت بتتداول كل يوم وانت رايح تجيب عيش. كلام خدمه. نسيت اسالكم تشربوا ايه؟ احمد مين؟ لو في سبورت. شوف يا استاذ هلالي، احنا هنخش في الموضوع على طول. ما كده يا معلم خيري، واحنا اللي كنا جايين نتفق معاك ازاي نقسط المبلغ. يعني مثلا انت لو نزلت اشتريت حاجة ودفعت فلوس وخدت الحاجة دي، مبروك، انت كده عملت عملية تداول. جبات مرلولة، جبات مرلولة. لان التداول ببساطة انت بتبدل حاجة بحاجة تانية، والحاجة دي بتبقى فلوس مقابل سلعة، سلعة مقابل فلوس. الموضوع مش مؤتمر اقتصادي، الموضوع كشك على ناصية الشارع عندك. خلي بالك من المشروع بتاعي عبال ما اجيب بتاع الازاز واجي. ها يجي بقى واحد يطلع يسألني سؤال، طب طالما انا بتداول كل يوم ليه ما بكسبش فلوس؟ سؤال ذكي من واحد كلب زيك. ومن هنا بقى نرجع للسؤال اللي سألناه في اول الحلقة، ليه الحاجة سعرها بيعلى؟ اجابة السؤال ده نلخصها في كلمتين، وهما العرض والطلب. عندك كام ازازه؟ كتير، انا هاخدهم كلهم. ببساطة بقى فكرة العرض والطلب دي، لو الناس كلها عايزة تمتلك حاجة معينة سعرها بيعلى، وده ليه؟ عشان في ناس كتير مستعدة تدفع عشان تمتلك الحاجة دي. يعني لو في موبايل نزل جديد والناس نايمة قدام المحل من الفجر، أول لما صاحب المحل يفتح المحل هيقولك سعر الموبايلات دي زاد، ودي طبعا مش شطارة منه ولا غباء منك، بس هو شايف عدد الناس كتير وعدد الموبايلات قليل قوي، فقال يكسب فيهم بس شوية. علي النعمة ان نظمتوا نفسكم ووقفتوا في الطابور لكل مبيتكم كلكم على الرصيف. بدماغك بقى وتفكيرك كده، تعالى نعكس الآية. لو عندك 10 موبايلات و2 بس اللي عايزين يشتروا، البائع ساعتها مضطر اللي هو ينزل السعر، وده ليه؟ علشان يلم زباين. يعني لما تبقى الحاجة كتير والناس مش مهتمة، السعر بتاعها يقع. ماني بنقول له بس هو مش عايز يسمع كلام. اشتغل بقى. وبكده ابقى لخصت لك فكرة التداول ببساطة، مبادلة حاجة بحاجة تانية تكون بنفس القيمة بتاعتها، وبيتم تحديد هذه القيمة بناء عن فكرة العرض والطلب ساعتها. فاهم الحوار ماشي ازاي ولا انا صعبتهولك زيادة؟ كده تسييح بقى ما ينفعش. يا عم انزل يا عم، وقف يا بنجة. زمان بقى كانوا بيبدلوا القمح بالتمر، وبعديها بقت ذهب، ودلوقتي بقت فلوس كاش، فيزا، تحويلات، عملات رقميه. فالمره الجايه لما تسمع كلمه تداول ما تتخضش، انت محتاج تفهم السوق ماشي ازاي بقانون بسيط. الناس عايزه الحاجه السعر بيعلى، الناس مش عايزاها السعر بينزل. اللي عايزه تطبق حاجه، اللي عايزه تسافر حاجه، اللي عايزه تشتري. السؤال بقى هنا، انت كنت فاهم قانون التداول ده من الاول، ولا كل مره كنت بتشتري لما السعر يعلى وتبيع لما السعر يقع؟ من ساعة ما خسر فلوسه في البورصة هو على الحل. طبعا انت فاكر التداول انك تفتح موبايلك وتضغط باي وتستنى الفلوس تيجي تقول لك مساء الخير. طب ما هو لو كده كان زمان نص الشعب بقى مليونير. بص، التداول مش بس انك تبدل فلوس بحاجة تانية. لما تدخل الاسواق المالية الموضوع بيتحول لمهنة، مضاربة، استثمار، قرارات، ضغط، نفسية. مش يلا نجرب يمكن تيجي. مبروك، خسرت كل حاجة وكسبت النضارة دي حلوة. اول حاجة لازم تفهمها ان السوق مش ابن خالتك، لان السوق كل يوم بيتغير، اخبار، سياسة، اقتصاد. حتى لو تغريدة من واحد مجنون ممكن تقلب السوق كله. والله دي كلمه السر بتاعت النهارده. والفكرة هنا لو مش بتتعلم كل يوم من السوق هيعلم عليك. كفايه بقى، كفايه ده انت صدعتني، والفكرة الأهم إنك تتعلم من غلطك، مش تخسر وتقول السوق ظلمني. السوق مش بيزعل منك ولا بيصالح، واوعى تعند وتقول هكسب في الصفقة الجاية عشان انتقم. أغلب المبتدئين في التداول بيسألوا نفسهم وهم داخلين السوق أنا هكسب كام النهاردة، إنما المحترف بيسأل نفسه هخسر كام لو الدنيا مشيت معاه عكس. فرق السما والأرض طبعا في التفكير. بس خلي بالك، عشان التداول من غير إدارة مخاطرة هتبقى ما فرقتش عن ترابيزة الأمور كتير. القاعدة مش إنك تخاطر أكتر تكسب أكتر، القاعدة بتقولك احمي فلوسك وبعد كده شوف أنت هتكسب كام من السوق. اسماعيل انت بتتخانق ولا ايه؟ جرايه صيع، جرايه صيع واحنا صبعنا بقنا صيع. بعيدا بقى عن اي هري انت سمعته قبل كده، مفيش استراتيجيه بتكسب طول الوقت، ولا انت كمتداول اساسا او بتتداول في الموضوع ده هتكسب طول الوقت. مفيش الكلام ده. ماني بنقول له بس هو مش عايز يسمع كلام. اشتغل بقى. وطبعا لو حد قال لك غير كده تف في وشه وطلعها ببلغه، ما انا اللي بقول لك. الموضوع مش انك تكسب كل صفقه، الموضوع انك تحط خطه وتمشي عليها. دخلت الصفقه ليه؟ هتطلع منها امتى؟ هتخسر قد ايه في الصفقه دي؟ لو بتفتح صفقه علشان احساس داخلي جواك، فبلاش اقول لك تحط الاحساس ده فين. خلي بالك بقى، عشان السوق مش مهتم برايك ولا بتحليلك اللي سهران عليه من امبارح. بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ايه الاهمال ده؟ لو الارقام بتقول هبوط يبقى هبوط، مش تقول لي لا بس انا شايفه طالع. انا بس معلش ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم اوطي لا. الاسواق الماليه بقى انواعها كتير، في اسهم تشتري جزء من شركه، وفي فوركس تبديل عمله بعمله، وفي سلع زي الذهب والنفط والقمح، وفي كريبتو ده اللي طالع جديد. معانا ولا تونس مغاوري؟ نيجي بقى لنقطه مهمه، عمرك سالت نفسك ايه الفرق ما بين التداول والاستثمار؟ ولا هم بالنسبه لك الاتنين واحد ولا ايه؟ انت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر اعدهم. المستثمر دايما يشتري ويصبر فتره معينه عشان ياخد الربح من ورا اللي هو اشتراه.
حسب التساهيل ومزاجي. تسهيل ايه الفلوس فوق؟ انما المتداول يشتري ويبيع بسرعه. 3 دقايق والفلوس دي تبقى في العربيه. كتير 3 دقايق. المستثمر دايما بيبقى عايز عائد على المدى الطويل، انما المتداول عايز فرصه قصيره ومتكرره. الخلاصه بقى كل واحد وله لعبته واسلوب تفكير هو بيعتمد عليه وبيشتغل عليه في السوق. انا شغلتي شغله مزاج يا استاذ، مش لعبه. زمان بقى كان لازم تروح البورصه بنفسك، دلوقتي الموضوع بقى سهل من موبايلك، منصات، شركات، وساطه، مغرقين الدنيا يعني عامه على السوشيال ميديا. خش كده واكتب شركات وساطه هتلاقي كتير. بس علشان الموضوع سهل مش معنى كده ان هو بسيط، بس هنبقى نكمل الحلقه الجايه بقى عشان طولنا الحلقه دي. كفايه ده انت صدعتني، نصايحي بقى قبل ما تدخل عالم التداول ده، اتعلم واقبل المخاطر واشتغل بفلوس انت مش محتاجها. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص، لقد حتفها المناقشه بالنسبه لهم. وحط خطه، ما تتداولش وانت متعصب، ما تحطش فلوس الايجار في صفقه وتقول ده عمل بطولي، خلي بالك عشان انت اللي هتبقى بطولي. راجل الاعمال لما تجيله فرصه لازم يثبت فيها. التداول دايما مش وسيله سريعه عشان تبقى غني، هو مشروع زي اي مشروع. لو دخلت بعقليه يلا نكسب بسرعه هتخرج بسرعه برضه، بس من غير فلوس عادي يعني. مبروك، خسرت كل حاجه وكسبت النضاره دي. حلوه. السوق مش عدوك بس مش صاحبك برضه، ودايما لو فهمت السوق هيديك فرصه، انما لو استهترت بيه وداخل تلعب معاه هيديك درس عمرك ما هتنساه معلم. هتتحرى عن ورقه نفسك. معانا ولا تونس مغاوري؟ وبس كده، الموضوع ما كانش حوار يعني. مش محتاجه حاجه. السؤال بقى هنا، انت داخل تتعلم ولا داخل تجرب حظك؟ مساء الخير. مساء الفل، استريح. يعني بعد اذنك كنت عايز اخفف من الجنب شويه. فلو الحلقه دي فتحت لك دماغك سنه يبقى ما تمشيش كده وانت ساكت. اعمل يا جدع الويط ايه؟ ما كده بتقدرني انما بتعمل. ركز بقى يا جعفر، خلي عندك طموح. احنا شغلنا لازم يبقى اكبر من كده بكتير. احنا لازم نبقى بشوات. رايك نشتري جواكت جلد؟ انا هقدم على هجره عشان استريح منك يا جعفر.